علاش كلشي ولا ممل؟ حتى الحوايج اللي كنتي كتبغيهم شحال هادي، بحال مثلا انك تقراي كتاب ولا تخرجي تمشاي اولا مثلا تلعبي رياضه، ولاو كيبانوا ليك عاديين ومملين. ولكن في المقابل كتقدري تبقاي ساعه ولا جوج في التليفون ديالك كتقلبي وكتسكرولي في الفيديوهات بلا ما تحسي بالوقت. واش المشكل فيك ولا كاينه شي حاجه كتوقع في الدماغ ديالك؟ الحقيقه هي ان كاين سبب وسميتو الدوبامين. هادشي اللي غنهضروا عليه اليوم في هذه الحلقه من اريش بودكاست. مرحبا بكم معايا. خليني نفسر ليك دابا شنو واقع بطريقه اللي هي بسيطه. الدوبامين هو واحد الماده في الدماغ ديالك كيخليك تحسي بالمتعه والحماس. يعني ملي كديري شي حاجه زوينه، ملي كتاكلي مثلا شي حاجه كتعجبك اولا كتحققي شي هدف ديالك اولا كتنجحي في شي حاجه، كيطلع الدوبامين وكتحسي براسك مزيانه وفرحانه. ولكن دابا طريقه ديال الحياه تبدلات، ولينا كنستهلكوا المتعه بواحد الشكل اللي سريع بزاف. كيفاش كنستهلكوا المتعه بشكل سريع؟ هو مثلا ملي كتكوني كتستهلكي دوك الفيديوهات او دوك الريلز اللي كيكونوا في تيك توك، انستغرام او في باقي مواقع التواصل الاجتماعي، كل فيديو هو عباره عن جرعه صغيره ديال الدوبامين، ولكن بسرعه وبلا مجهود. ولكن المشكل راه ماشي في الدوبامين، المشكل هو في كيفاش ولا كيتنتج عندنا هاد الدوبامين. شحال هادي باش كتحسي بالمتعه خاصك ديري واحد المجهود، خاصك ديري واحد ليفور. دابا العكس، وليتي بضغطه زر يقدر يتنتج عندك الدوبامين. وهنا فين كيوقع الخلل. الدماغ ديالك كيتعود على المتعه السهله والسريعه، وكيولي اي حاجه عاديه بحال القرايه، الخدمه، انك تتعلمي شي حاجه جديده كتبان لك ثقيله بزاف وممله، حيت الدماغ ديالك ولا باغي المتعه السريعه بلا صبر وبلا مجهود. وهنا فين كتبداي تحسي انك ما عندكش طاقه، ما عندكش تركيز، وكل شيء كيولي كيبان لك ثقيل باش ديريه. لان حاليا ولاو بزاف ديال الناس عندهم واحد المشكل، كيحسوا براسهم انهم ما عندهمش الطاقه، ولكن في الحقيقه راه الطاقه عندهم، ولكن الانتباه ديالهم هو اللي مشتت. لان التليفون هو اللي كيسرق التركيز ديالنا والصبر ديالنا والقدره على التحمل. ملي كتجلسي مثلا تقراي واحد الكتاب كيجيك ممل ودغيا كتسدي داك الكتاب. الا بغيتي تخدمي على راسك وتطوري من المهارات ديالك كتجيك صعيبه بزاف. ولكن سكرولين في التليفون كيجيك ساهل وممتع. وهنا كتبدا المشكله تكبر. والمشكله كيف ما قلت لكم ان هذا الشيء كيبدا ياثر على حياتك كامله. ما كيبقاش عندك الصبر، ما كتكمليش الحوايج اللي كتبدايها، كتحسي براسك ديما عيانه وكتبداي تفقدي الثقه في راسك شويه بشويه، ما كتبقايش الثقه في راسك وكتولي تقولي انا كسوله، انا ضعيفه، انا ما كنقدرش نحقق الاهداف ديالي. ولكن الحقيقه هي ان دماغك اللي ولا متعود على السهوله. الوغ دابا غنجيو للسؤال المهم، شنو هو الحل؟ نقدر نصدمكم ونقول لكم باللي الحل ماشي هو انك تحيدي التليفون بصفه نهائيه، لان هاد الحاجه ما يمكنش. ولكن الحل هو انك تنقصي من الدوبامين السريع. كيفاش؟ اول حاجه غتنقصي من السكرولين في التليفون ديالك، هو انك غتنقصي من داك لو فيت انك تبقاي كتدخلي لي ريزو سوسيو وكتبقاي دوزي في دوك لي فيديو اللي كيكونوا قصار. ثاني حاجه، ما تبقايش كل دقيقه هازه التليفون ديالك، حاولي واحد الوقيته تحطيه في شي بلاصه وسيري ديري شي حاجه اخرى. ثالث حاجه، رجعي ديري الحوايج البسيطه اللي كانوا كيعجبوك مثلا شحال هادي، واخا تحسي بالملل، واخا تحسي براسك انك ما كتستمتعيش وانت كديريهم، ولكن حاولي ديريهم ولو غير فشي شويه ديال الوقت. مثلا سيري قراي شي كتاب، خرجي تمشي شويه، جلسي مثلا تفكري في شي حاجه، كتبي شي حاجه. مهم ديري شي حاجه اللي غتخدمي فيها عقلك شويه، لان الهدف هو انك خاصك ديري واحد شويه ديال لي فوق كل نهار. واخا يجيك الامر ممل، ولكن الدماغ ديالك خاصو يرجع يتعود على المتعه اللي كتجي من المجهود. الوغ باش نختموا هذه الحلقه هذه، الا كتحسي براسك ما عندكش طاقه، راه ماشي حيت فيك المشكل، ولكن حيت وليتي عايشه في واحد البيئه اللي ولات فيها المتعه السريعه بزاف. الا قدرتي تتحكمي في هذه المساله، كوني يقينه انك غادي ترجعي الطاقه ديالك والتركيز ديالك وغادي تبدلي حياتك 180 درجه. شكرا لكم على المتابعه، وما تنساوش ديروا لي لايك وتقولوا لي في كومونتير المواضيع اللي تبغيوني نهضر عليها في الحلقات المقبله.